تخيل تدخل مكان مهجور متأكد انك لوحدك، تمشي بين الممرات وفجأة تسمع اصوات تفكر انها مجرد اوهام، الى ان تكتشف انه في شخص ثاني داخل المكان وكان يراقبك من البداية. في هذا الفيديو راح نشوف مقاطع حقيقية لمواقف مرعبة صارت مع يوتيوبرز دخلوا الى اماكن مهجورة. الاشياء اللي صارت لهم خلتهم يتمنوا انهم لم يدخلوا من البداية. قبل ما نبدأ، إذا تحب هذا النوع من المحتوى اضغط على اللايك واشترك في القناة، لأن اللي جاي راح يخليك مصدوم. الموقف الأول صار مع هذا اليوتيوبر اللي معروف أنه يدخل أماكن ما حد يقدر يدخلها وغالبا يكون لوحده. في يناير 2023 قرر يدخل مدرسة ابتدائية قديمة، مدرسة تم إغلاقها منذ سنوات وكان المفروض أنها فاضية تماما. من أول خطوة داخل المبنى كان واضح أن المكان مهجور، أرضيات غارقة بالماء وجدران متشققة، كتب ودفاتر مرمية بشكل غريب وكأن أحد تركها وهرب فجأة. وأكثر شيء يثير القلق في كتابات حديثة على السبورات، يعني في ناس يدخلون هالمكان. المغامر كان يمشي بهدوء ويحاول ما يصدر أي صوت، لكن فجأة الصمت انكسر. في اللحظة دي أنت تسمع نبرة صوت تغير، هو بنفسه يقول أنه يسمع حركة، شيء يتحرك داخل نفس المكان. بينما هو يمشي في الممر يطلع نور كشاف من بعيد، نور شخص تاني. الساعة كانت بعد منتصف الليل ووجود شخص آخر هنا معناه خطر. هو ما حاول ينادي ولا يسأل، قرر يغير اتجاهه بهدوء، لكن المكان ما خلاه يطلع بسهولة. Somebody's in there. Excuse me. Out of me. وهو داخل أحد الحمامات في الطابق العلوي وقف فجأة. في آخر الحمام كان في شكل إنسان واقف ولا يتحرك. تخيل تشوف شخص قدامك في مكان مهجور ولا تدري هل هو إنسان ولا مجرد ظل. It's a f***ing toy. Oh my god, that scared the out of me. طلع انه مجرد دمية، لكن مو هذا الشيء المخيف. المخيف هو ان الدمية كانت واقفة فجأة طاحت للأمام كأن احد لمسها وكأنها سقطت في اللحظة المناسبة بالضبط. السؤال هنا مو هل هي دمية، السؤال مين حطها ومتى وليش. بعد اللي صار مع هذا اليوتيوبر قرر يخرج من المبنى بسرعة، قرر انه لن يعود اليه مهما حصل. ولكن لحسن الحظ هذا اليوتيوبر حالفه الحظ في الخروج من المبنى المهجور. ليس مثل هذا اليوتيوبر اللي حدث له خلاه مصدوم طول حياته. الموقف الثاني صار في مستشفى مهجور، مكان له تاريخ ثقيل، قصص مرضى، ألم وصراخ قديم. يقولون انه ما راح الآن. المغامرين دخلوا المكان وهم متأكدين انهم لوحدهم، لكن وهم في الطابق العلوي شيء تغير. نور بسيط ظهر من الجهة الثانية من المبنى. Look at this staircase out here.
Let's go back to the car. This way. If it's somebody wanting to talk to us. Let's go to the car now. Oh yeah. اللي زاد الرعب أول ما طفى المغامر كشافة النور الثاني انطفى بنفس اللحظة، يعني اللي هنا كان يراقب وينتبه وما يبي ينكشف، ولا صوت حركة ولا صوت رياح، فقط شخص واقف وينتظر. هنا قرروا ينسحبون لأن بعض الأماكن ما تحتاج دليل علشان تعرف أنه مو مرحب بك فيها. الغريب ما كان في أي سيارة تانية حول المبنى، يعني الشخص اللي كان يراقبهم وصل مشي وكان موجود من قبل. الأماكن المهجورة مو دايم فاضية، وأحيانا اللي يخوف مو الأشباح بل البشر. لو وصلت إلى هذه اللحظة لا تنسى المتابعة والضغط على زر اللايك. نريد أن نصل في هذا الفيديو إلى 5000 لايك، واكتب لي في التعليقات رأيك في الفيديو، وأنصحك بمشاهدة هذا الفيديو الظاهر على الشاشة، أنا متأكد راح يعجبك. كان معكم جواد بلاس، ومع السلامة.